نعم. وده اللي دفعك قلت انه هذه المجتمعات يعني بتتوغل فيها القوى الظلامية بشكل كبير، وبدأت تناقشك في لبسك. ايوه بالضبط، هم سايبين النقاش في المشاكل الانسانيه، سايبين سوريا تغرق، سايبين العراق يغرق، سايبين المشاكل الحاصله، الحروب، الدنيا، البلاوي، المجاعات اللي في كل الدنيا، في لبنان، في everywhere. وركبتي ممكن فستاني هو المشكله، يعني ال 16 شعره دي عامله مشكله. لا بس مش الجماعات المتطرفه بس، ده انتوا حتى الفنانين، يعني انت هجمتي على لبسك من فنانين، يعني حتى في من مطربات، يعني لا. يعني المعركه اللي لها عنوان دائم شمس احلام، شمس احلام يعني. لا ما فيش، هي بس واحده. وفي ربنا سبحانه وتعالى يعني مش بيحط لكل انسان اختبار الايمان، يشوف هو كم عمق ايمانه. انا دي الاختبار بتاعت حياتي البني ادمه دي، يعني ما بس يعني احلام انتقدت اللبس، يعني انه بس هي بتلبس، ما عندناش حد بيلبس فوق الركبه يعني. وبتلبس فوق الركبه، وانتقدتني. تسرب لي فيديو من فرح، واحنا افراحنا نسائيه مش مختلطه، فاحنا بنات وبنرقص مع بعض، وحد يسرب يعني من اللي موجودين يكون قليل ادب يعني بصراحه، وهي بتطلع بترقص وهي عارفه انها بتتصور، مش حد مسرب لها، يعني بتقعد قدام الكاميرا وترقص وتلف ويطلع جسمها وما عندها مشكله وتلبس. فهي مش الشخص اللي انا اقيس عليه تصرفاتي، هي مش قدوه لي تماما. طيب بس الهجوم خد شكل تطاول، يعني انت مش بس علي يا استاذ. لا انت قلتي انها تذهب لطبيب نفسي وهاجمتيها هجوما عنيفا. لا يعني قلت لا ما قلت تذهب، قلت لازم تذهب، لازم تذهب لطبيب نفسي. يعني هي اختلفت في كده يعني هنا نصيحة أكيد، لأنه اللي يعيش وهي تمثل، انتبه خلينا نكون صريحين، هي تمثل شريحة مهمة لا يستهان بها من اللي لازم يروحون مستشفى أمراض عقلية في الشرق الأوسط. ليه هل ممكن اتهم زميلة بالجنون؟ لا اللي يعملون شيء ويأمرون الناس بعمل عكسه. يعني تطلع تشتم، مش بس فيها طبعا، هي في الجميع معروفة، الله يستر عليها، بالجميع هي تشتم وتجيب بأخلاقيات الناس وبشرفهم بأمهم وبأبوهم، وبعد ما تخلص تنزل مثلا تغريدة الصلاة جزاكم الله خير، أبعد الشتيمة بعد ما جابت أعراض الناس على نفس الصفحة ونفس اللحظة. فإنسان عنده هذه الازدواجية أكيد لازم يراجع دكتور نفساني طبيعي. يا أنت تكون كذا، يا أنت بي يور سيلف، خليكي نورمال، يا تكوني شخص متعقل متفتح، مالك خص في حد شو يسوي في حياته، يا تتدخلي في حياة الناس وأنت عندك البيرميشن. شو يعني بيرميشن بالعربي؟ التصريح، وأنت عندك التصريح من رب العباد أنه دا يدخل جنة ودا يدخل نار، دا صح ودا غلط، دا مؤمن ودا كافر. هي حتى للناس بتشتمهم في دياناتهم، المسيحي انشتم منها، يعني ما في حد سلم الحمد لله رب العالمين. فبني آدم يتحكم فيما الناس تعبد، ويتحكم فيما الناس تلبس، يتحكم فيما الناس تاكل، ده انسان. يعني في كل الاحوال هي مطربه لها قيمتها، والبعض ممكن يقول انه لا، ده شمس تحاول ان تصعد على اكتاف احلام بالهجوم عليها، يبقى انا عمال على بطال. الله يرحمها. لا انا عمري ما هجمت عليها، انا نيفر. انا واليوتيوب هو التاريخ الحديث للعالم، اليوتيوب وجوجل هو تاريخ لا حديث ما موجود. بقت موضه، يعني الصعود على الاكتاف لما اشوف حد اعلى شهره أيوة مني لما انت واكثر انتاجا، لما انت تهاجمه وابتدي لما انت اتطاول عليه وهاجمه واقول لما انه انت تهاجمه تذهب لطبيب نفسي. لا انا ما ابدا في عمري والصحافه تشهد والاعلام والناس، انا بعمري ما طلعت انا هاجمت. انا كل ال10 سنين دي دفاع، في كل مره هي تطلع تشتم. المشكله انه هي تشتم بوسيله اعلاميه ممكن ما وصلت هنا، بس انا جدا ادافع عن نفسي هنا. وبلس هي تطلع كثير، انا اطلع كل سنه سنتين 3 مرات، انا اختفي اطلع، انا ظهوري مره قليل، فبتلاقي يجي السؤال عنها. انا بكثير من الاحيان ما احب اجاوب، بس لازم ينطرح. ولو كان كذا معناها ذكرى الله يرحمها لما احلام طلعت وقالت ذكرى بتاعت
نشاز ما بتعرف تغني وفيها وعليها وسبتها وشتمتها، يعني ذكرها كمان حبت تصعد على أكتافها. ولما شتمت في يوم في أصالة كمان أصالة حبت تصعد على أكتافها. ولما مشكلتها مع راغب شهد عليها الجن والإنس كمان حب راغب السوبر ستار اللي موجود قبل كل حد في الدنيا يصعد على أكتافها. والبنت المسكينة المصرية دي اللي طلعت في بروجرام ما أدري شنو اسمه كمان حبت تصعد على أكتاف. يا عمي هي سابت ريح سليمان ما تحرشت فيها. يعني مين ومين كنت حب يصعد على أكتافها؟ وشو الأكتاف الحديدية هذه الراقية اللي الواحد يحب يصعد عليها؟ لا بس انت الهجوم دائم الى حد الهجوم على لا انها بتهين الماركات العالميه وبتهين المراه الخليجيه. غير لي المصطلح حتى اقدر اتناقش معك فيه. انها بتهين الماركات العالميه لانها بتلبس وانها بتهين المراه الخليجيه لانه على اعتبار انه ارتداء يعني المجوهرات يعني حتى بعض التفاصيل. لا هذا كان فيها تصيد في بروجرام. اي طبيعي انا مرأة لازم اكون انا شوف في اشياء تخص حديث يسمونه نسائي، وهذا حديث كان يخص عنصر النساء في الموضوع، في ان ظهورها الاوفر ده للناس ادى فكره. انا ماليش دعوه هي شنو تلبس، هذه حريه شخصيه زي ما انا ابغى حريه شخصيه لنفسي، بس انا اتكلم في ان الناس صارت توقفنا في الشارع انه انتم الخليجيين رجعتوا اولد زي ما ابتديتوا اول ما طلع البترول. يس والله يذكرني ايام لما كان يروحون شارع الهرم وانا لا فاهم الحرقي وقول احسن ناس في عارف اللي هو انا كيفي اكزاكتلي. فرجعنا لهذا العصر اللي هو انا كيفي، انا خليجيه، انا عندي فلوس. مين حيشاركك في فلوسك مدام عيب سمعتنا احنا كفنانين. سيبك من كجنسيه، انا مره اجنبيه، بس احنا كفنانين صرنا نسال، صرنا نستحي. والله العظيم انا اليوم وانا البس جدا حذره انه ما يكون شيء كبير. وكلنا انت بتشوفي الاسراف في استخدام المجوهرات في اللبس ده نوع من النقص؟ يعني عايزه اقول لا انا مش دي شغلتي. انا شغلتي في انه الفنان، احنا نتكلم عن المنظر الفني. انا الحين اتكلم، ما اتكلم عن المنظر الانساني، انا مو شغلي هي ايش تلبس، بس المنظر الفني للفنانه الخليجيه صار علينا انه احنا انتم ناس نوبغيش محدثين نعمه، ناس انتم تستعرضون حياتكم، والدليل اللي تمثلكم، لانه احلام تمثل الخليج مش زي أنا أمثل نفسي. فتمثل الخليج وبنات الخليج بصيغة ال5 كيلو ألماس اللي من محل ولا ودفر، والطريقة أنا شغلكم خدامين عندي، أنا ما بعرف مين، أنا عارف أنا فلوسي، وكأنه الناس دي حتشاركها فلوس. يا أختي بالعافية عليك، ده شيء يخصك، بس ما تطلعي علنا أمام العالم تهزئي في العالم وتقللي من شأنهم عشان أنت لابسة حجرة. فاينل الإنسان قيمته مش بما يلبس، قيمته بما ينطق. بس شوفي انت اللي بتنتقدي تدخل الناس في لبسك وتصيدهم للبسك انت أنا كمان. أنا تكلمت فنيا لأنه أنا تعرضت لمساءلات مزعجتني في الشارع. أنا مثلا أجلس في مصر مع أي شخصية، واو إحنا مصدومين، كنا متوقعينك زي فلانة، كثير أنتم كذا في الخليج، بل لأنه غياب زي فلانة ايه يعني فين المجوهرات؟ لا مش فين المجوهرات، الحديث عن المجوهرات. هي مش موضوع المجوهرات، سبق وان قلت لك استاذ انا ما احب حد يتدخل في لبسي وطريقتي، ولن اتدخل في العالم ايش تلبس، بس الحديث عنها وجعلها هي الشغل الشاغل للناس وهي الاساس، ذا خلى فكره عن الفنانات الخليجيات انه هذيلا مش شايفين خير، محدثين نعمه، فبقى صارت الناس كاشه من عندنا. بس حلوه قوي قعدت صوره الخليجي في السبعينيات في شارع الهرم. اي بالضبط، هذا اللي كان اول عارفه الناس البسيطه، رشه الفلوس دي على الرقاصه وبتاع. اي رجعنا هذا العصر يعني. فانا كان لازم حد يطلع ويقول لا ترى بناتنا في الخليج احنا والله مو كذا، مجتمعاتنا مو كذا، وحتى فناناتنا مو كذا، يعني عندنا، لكن ما نطلع نذل الناس في اللي عندنا، هذا عيب. طيب هنغني شويه عشان نبقى، بس انا عايز طب هنغني ايه في الاستوديو، وبعد كده هنسمع الاغنيه اللي اتكلمنا عنها، دين ابوكو اسمه ايه، اللي كتبها الشاعر الكبير جمال بخيت لمواجهه القوى الظلاميه والتعصب والمذهبيه. فنغني قبلها ايه في روح عليها اكثر لانه بحصوتي. وانا اتكلم. نشوف الأغنية دي، وطبعا أغنية
كل واحد ممكن ياخدها باتجاه التعصب والمذهبية ومقاومة الإخوان وخفافيش الظلام، وهي أغنية بس قبل ما أذاعها بلاقيها ممنوعة شوية في بعض المحطات. هل ممنوعة في 90% من المحطات؟ 90%؟ ليه؟ حتى عملت مؤتمر صحفي في لبنان على هالموضوع، كنت أطالب أنه حتى في الأف أم بمقابل، يعني كنا نعرض على الأف أمات مقابل أنه أنت خذها أز إعلان، يعني أو على المحطات بمقابل خذوا فلوس إعلان، اعتبروها إعلان. لا، تجي أوامر. ده ليه؟ عشان الجماعات المتطرفة؟ والله ما عندي أنا إجابة للأسف. أنا حتى لما رحت أصورها كان معي الأستاذ المخرج جميل مغازي، لما رحنا نصورها في مسرح الجامعة الأمريكية في دبي قالوا أوكي إحنا نحتاج الأوديو على أساس لما يكون التصوير نسمعه ونرد خبر. حتى الجامعة الأمريكية رفضوا، قالوا ما تتصور عندنا الأغنية هذه. الجامعة قال لك الأغنية نعم أصلها نعم يعني بتهاجم ايديولوجيا معينه وجماعات، واحنا مش عايزين نقحم نفسنا في ده. هي مش بتهاجم، هي بتتساءل. الأستاذ الكبير جمال بخيت، القصيدة هذه موجودة من زمان، هي مش